السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير والبركة، وكل عام وأنتم بخير والبركة. ومن إن شاء الله من عواده معكم أخوكم المدرب والعارض الدولي سامي الرئيس. واليوم إن شاء الله بنتكلم عن طريقة التدريب على الستاند وعلى أول عرض بطريقة صحيحة وسلسة إن شاء الله. وهو هناك قواعد وأساسية وبعض النصائح نقدمها حق بعض المدربين خصوصا الجدد، أساس حيث يفهمون هل هم عندهم جزء من أخطاء بسيطة أساس حيث يعدلونه. وإن شاء الله نبلش، ولكن قبل نبدي صلوا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من ضمن الأشياء لابد أن نتكلم فيها ومن أشياء أساسية اللي هي لابد أن قبل أن أدرب الحصان لازم أفهم، لأن خلينا نقول نطبق الخيل أقرب شيء منه. احنا دائما نقول ان الخيل أقرب للإنسان من الناحية، خصوصا الطفل. احنا نقول دائما الخيل يعتبر مثل الطفل. ليش؟ أن الطفل بدون كان صغير جدا، أنه بدون عقل ولكن إحساس وحفظ. الخيل نفس العملية اللي هي أن الخيل عندها إحساس وعندها الحفظ، ولكن عندها قوة جبارة مو مثل الطفل. ولكن أساس أن أنا أقدر أسيطر على الخيل اللي هي أجمع ما بين اللي هي القوة والحفظ وزائدا الإحساس، وأتكيف فيها على أساس أقدر أسيطر على هذا المخلوق الجميل بطريقة سلسة وجميلة وآمنة، خصوصا لي أنا ككوني مدرب. من القواعد ان الخيل دائما تحفظ شنو سلوكياتك، تحفظ شنو انت اسلوبك معاها واحساسها. لا تيجي تضرب بدون تفهمها او توصل لها رساله ان هي اللي هي مطلوب منها شنو هو، او توصل لها المعلومه الصحيحه بطريقه سلسه. هذه بعدين بنتكلم فيها اساس شلون طريقه توصيل المعلومات الصحيحه، او شنو طريقه باسلوب مثلا نقول شيء مبسط مثلا بالجسم او بالعين في ذي الامور. فهذه في حلقات ثانيه بنتكلم فيها، ولكن خلينا نخلي في القاعده الاساسيه ان الخيل تحفظ زين فيها احساس. يعتبر مثل الطفل الصغير، مثل الطفل الصغير ان بعض الاطفال يحبي يروح حق الكهرباء ما يدري ان الكهرباء ان تضره. الخيل نفس العمليه، لان الخيل على الدليل ان انت تحط له لجام بحيث ان انت تسيطر عليه، انت القائد، فانت تخلي له انت تكيف نفسك معه، ولكن بطريقه صحيحه وسليمه. هذه واحده من القواعد اللي انا لازم افهم ان الحصان هو يحفظ واحساس فقط. لا حد يقول ان الحصان يفكر ولا ذي، لو يفكر كان صنع لنا سياره ولا صنع الامور ذي. هذه النقطه الثانيه. احنا نتكلم نقول 3+3. شنو هي 3+3؟ 3 ان الحصان مثلا جدا عصبي، اللي هي خلينا نقول 3+3. أول شيء الحصان جدا عصبي، رقم 2 متوسط العصبية، رقم 3 بارد في العصبية. زائدا 3 اللي هي إن الحصان سريع الحفظ، اللي هو نقول ذكي أو يستوعب بسرعة، متوسط الاستوعاب وبطيء في الاستوعاب. احنا دائما نعاني من مشاكل الحصان العصبي وشنو ضعيف الاستوعاب. شلون اتعامل معه؟ لابد هالقواعد كلها اخليها في بالي وادرس الحصان. مش باي طريقه ادرس الحصان؟ اجلس مع المالك او المربي او السايس، مو غلط، واشوفه بغرفته شنو يتعاملون معاه ويشوفون يمشون معاه، يهدونه في البدق، اقول روح امسك، روح وتعال. ادرس الحصان بشكل عام، عقب اوضع لي خطه كامله وامنه. عقب ابتدي ابلش ادرب الحصان بالطرائق اللي بنتكلم فيها في حلقات الثانيه. نفهم من موضوع الكلام ان الخيل يعتبر مثل الطفل، احساس لابد ان لازم احاسب حق احساسه. والنقطه الثانيه حفظ، وشلون طريقتي ان اوصل المعلومات الصحيحه. رقم 3 ان هي قوه جباره، شلون اخلي ما افجر هالقوه الجباره على اساس حيث ان اقدر اسيطر عليه بطريقه سليمه. اذا فجرت القوه الجباره صعب اني اسيطر عليه. وهذه اللي تكلمنا في حلقه اليوم. ان شاء الله لنا حلقات قادمه ونتكلم فيها بامور ثانيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.